المتحف بحكم من هوايتي يعني قضيه الصيد يعني مثلا يعني المقناص وتنظيم البطولات اللي هي في الصقاره والامور. فاستوى عندي شغف اني ابني ارشيف او متحف حق الصقاره حق الصحراء. احنا هالقطر طبعا هالبحر يعني لذلك الجلبوت والغوص وتاريخ الغوص وتاريخ اهلنا. فحبيت انه يكون يعني نموذج من الجلبوت من اللي هو طبعا جلبوت هذا الجلبوت اللي هو طبعا سفينه الغوص السفينه الاولى يعني اللي اكثر. ما شاء الله. دائما مشاركاتنا في معرض كتارة حق المحامل التقليديه حطيتها كرمزيه يعني رمزيه في وعندي دفاتر الغوص دفاترنا الاوليه دفاتر التسكام والامور هذه اللي متخصصه في الغوص يعني الحاجات اللي خدناها من اهلنا. هذه اللي يقولون عنها قصه قطريه يعني في نسمع انه في لكن هي في الاصل يعني دلال رسلان. احنا دلالنا رسلان لذلك حتى الكتاب اللي الفته سميت الدله ايقونه الضيافه القطريه. الضيافه هنا بعد ما شاء الله. هذا رداد ما شاء الله يعطيك العافيه. هذا الرواق انا اسميه او المقهوق مكان ما نقعد الصباح هنا. ما شاء الله ما شاء الله. هذه قعدتنا طبعا دلالنا وكتبنا هذه كلها كتب نادره ما شاء الله. كتب التاريخ والتراث ما شاء الله شيء جميل. والفناجين او الفناجيل هذه كلها طريقه يعني هذه دله قديمه تعتبر عمانيه كذا لكنها شوف اتقان فيها اتقان في العمل يعني حاجه نادره ما شفت منها دلال كذا يعني لكن هي اقرب حق العمانيه في العمانيه صحيح قديمه جدا. وهذه دلال يعني يحاول قدر الامكان انها ما شاء الله. هذا كتابي هذا الكتاب طبعا مؤلف كتاب اللي دله ايقونه الضيافه وفيها طبعا جميع انواع الدلال والمعاميل وكل دله يعني فيه نبذه عن كل دله. يعني دله راعي القصر اللي هي دله الحايليه اللي هي يعني اول سموها القريشيه اول ما. وهذه الدله العثمانيه وهذه الدله الحجازيه اللي طول رقبتها وغاربها يعني هو يتغنون فيها وهو شبه الدله بالوضح بالابل ها. وهذه طبعا تشبيه قالوا انها تشبيه يعني شلون تشبه الشيء الاصغر بالاكبر. قال لهم دله في مجلس الكرم تسوى الابل كلها وتسوى الوضح كلها. اي سبحان الله يعني جات من الكرم يعني الدله وكانت طبعا يقول احنا المجلس اللي ما فيه دله ما حد يدله صح. وهذه طبعا دلال الرسلان احنا دلالنا الرسلان كلها دلال الرسلان. وانا احاول اجمع جميع انواع الدلال سواء كانت دلال قديمه او جديده لان حتى الصناعه الجديده يعني متقنه جدا يعني دلال كثيره الان تصنع مثلا في الشام وتصنع في بغداد وتصنع هي مستمره يعني خذوها الاجيال جيل بعد جيل يعني صح. الجيل الاول لرسلان عقب استمروا مزعل استمروا يعني لذلك صح. هي من نفس المصنع ومن نفس المكان. في نفس الكتاب طبعا في وثائق تدوين البعثات الاجنبيه. البعثات الاجنبيه دونت الدلال في الخمسينات في قطر دونت الدله الحساويه ودله الرسلان الشاميه وذكرت في وثائقهم ذكرت الدلال هذه شوفها وقالت ان الدله هذه تيجي من الحسا وهذه الدله تيجي من الشام. الكتاب موروث الشام هذه في الثمانينات رصدوا الدلال وذكروا الدلال والمحاميس والنجر وحطوا الدلال كله. احمد متمتم شوفوا ما شاء الله. هذه صوره جميله. هذه في الزيارات هذه كلها. هذه طبعا عندنا هذه تابع حق مركز الخليج للتراث. هذه من احسن المجلات اللي رصدت التراث كله. وطبعا عندي جميع النسخ المجلات يعني مش متخصص في قطر هنا لا في جميع صحاري العرب الخليج يعني. والخليج طبعا الجزيره العربيه يعني هذه مقدمه. هذه مقدمه. هذه مثلا كتب السدو اللي تكلمت عن بيت الشعر والسدو والامور هذه انواع السدو. طبعا منطقتنا اللي هي شرق الجزيره العربيه وقطر والكويت هذه نكشاتهم هذه نكشه السدو. ولدي
الان في سنه رابعه في امريكا. ما شاء الله ما شاء الله. في عمر بدر يوم كان هذا الطيره وسلكته ما شاء الله. الحين في سنه رابعه في امريكا. ما شاء الله. ربيته على هذه تاسيس اول ما اسسنا البطولات واسسناها كذا. متحف الصحراء، وطبعا دار الوثائق القصريه. هذا كل كتب الصقاره وكل حاجه عن الصقاره وعن الصحراء وهذه تلقاها، يعني حتى حق الدارسين. ما شاء الله. حتى حق الدارسين، يعني الناس حق اللي يبغى يبحث، اللي يبي يبحث واللي يبي يكتب واللي كذا بيحصل لك يعني شو اقول لك 90% من الكتب اللي تكلمت عن الصقاره عالميا وخليجيا. كله حق الصقور هنا. كله الصقور والخيل. هذا رسام من اكبر رسامين قطر، اقتني انا 3 لوحات من عنده عن الصقاره. ما شاء الله. هذا رسام روسي توفى، من الرسامين الكبار اللي الجلسه. ايه حتى الطوابع البريديه كلها عن الصقاره. ما شاء الله. شوف حتى الطوابع البريديه عن الصقاره. اشوف ما شاء الله. هذه اشداد المطايه. والله انواع منقوشه ما شاء الله. وفيها فضه وفيها كذا والله اشتدادات نادره جدا. وهذا السلاح ما شاء الله ما شاء الله. هاي سلاح الصيد. وهنا السلاح القديمه هذه كلها. هاي شروج كلها يعني من الفن والابداع، السرج اللي وصل لهالدرجه. هذه كتب الصحراء كلها، الصحراء الخليجيه والعربيه، يعني شبه الجزيره العربيه، وهذه كتب كلها كتب. هذه لوازم الطير اللي هي المنقوليا، هي من اول الدول اللي دخلت في الصقاره وفي الطير، وهم يصقرون حتى النسور. النسور يصقرونها، يعني هذا الدسوس حق النسور هذه. ما شاء الله. شوفوا هذه دسوس النسور هذه. عدتنا احنا قديمه، يعني كان وكر قديم. هذا الوكر محصرينه يمكن 150 سنه قطر. وكر شاهين. وكر شاهين. هذا يوقف عليه الطير. هذا يسمونه الوكر. وكر الرمل هذا. ايه يحطونه في الرمل ويوقف الطير عليه. هذه الدسوس القديمه. هذه المناقل اللي احنا ننقل فيها الطيور. هذه البراقع القديمه. شوف البراقع القديمه ترب الطير، ترببه يعني تخليه يهدي الطير. هذه براقع كلها قديمه. هذا رواق الخيمه اللي بين شق النساء والرجال يعني. هذه براقع من كل دول العالم. انا عندي تقريبا 1200 برقع. برقع طير يعني. براقع من كل دول. كل ما اروح بلاد ادور هالصقاره هناك في البلاد هذه وشلون البراقع اللي عندهم، فاقتني البراقع. شوف ابداعيه البراقع اللي يسوونها حق الطيور. وهذه دسوس قديمه جدا حق المهراجه، حق الصقاقير اللي في الهند. هذه دسوس من كل دول العالم. هذه السكاكين. هذه السكاكين اللي بعض هالبتاويه اللي كنا نستخدمها الاول، متعدده يعني. صناعه السكاكين هذه هاي الجوهر شلون يصنعون فيها الجوهر، السكاكين شلون يصنعونها. شوف هذه القطع الاصليه في السكاكين. هذه السكاكين المطويه اللي تنطوي، هذه القديمه كلها. وهذه السكاكين اللي بعد ما تطورت وكذا واصبحت الشركات العالميه ايضا خليت لها قسم معروفه. طبعا السكاكين هذه. هذه البراقع مره ثانيه تجينا حق البراقع تنقل فيها الطير، جايه من كلمه نقل يعني. تنقل الطير على اشداده هني. وهذه ما شاء الله. هذه مطيه في نفس الحجم الاصلي من قطعه واحده خشب، عليها اشدادها وعليها كل حاجه. هاي رمزيه بيت الشعر. سويت له رمزيه يعني. ما شاء الله. على اساس ان القعده تكتمل. والهودج وادوات الطبخ في عند العرب يعني. شطراويه قديمه. شوفها. ما شاء الله. هذه حساويه. ما شاء الله. شوفها. هذه حاولت اني كل دله احطها مثلا بغداديه، دله مزعل مثلا، على اساس ان اوضح للناس وش انواع الدلال. صح. وهاي الفنايل اللي يجنونها الاول على اساس انها ما تنكسر. موسر. موسر. ما شاء الله. والله وهذه حميس قديمه جدا. من حديد وكذا ومن نحاس. ايوه. القديمه جدا.
وهذا البيز القديم شوفه. يعني بيز. لا شيء جميل. وهناك هناك نفس الشيء مطاحن والهاون اللي هو النجر. هذا ايش هذا حق الفناجيل ولا؟ هذه يحطون فيها الاول، يحطون فيها التمر ويحطون فيها بعض الظروف اللي يعني الاوراق الخاصه، بس هي من سعف النخل يعني. جميله والله. هذا المطاحن هذا البرد، بعد البرد اللي يسوونه. هذه بعض الحاجات اللي حق النساء، زينه النساء مثلا. هذا الحلي. ما شاء الله. هذه اختارنا طبعا الشال الاوليه وكذا. وهذه الملابس اللي يستخدمونها في الهودج نفسه. ما شاء الله. حاجات من خلال الطيور الاول يسوون. حق ايش هذا؟ حق الصقاره يحطون فيه مثل الحباري مثلا صيده يحطها في المخلاط. هاي بعض الحاجات القديمه. هذه مداخل قطرة الجيب. هذه لو البدو اذا تزاوره وحط له القهوه ويدري ان القهوه قليله عند البدو، يعطي في يده يعني ويساعده في القهوه. كانها مثل البريد شوفه. هذه يسمونها قطفه الجيب. اي نعم. حق السفر وكذا. هذه دلة القشر. خبر اول ما بدت الدلال وذي. وهذه مالت الجبنه والحاجات هذه كلها جميله. هذه طبعا الوكور والبراقع القديمه، هذه كلها وكور قديمه. العدول هذه الاول مو الخري، لا العدول يحطون فيها يخزنون فيها العيش، وذي كلها من السدو. تاريخ السدو كله، حتى القصيد والشعر اللي قالوه في السدو وانواعها. شوف هذه الرواق قاطع كامل. شوف ايش كبه. هذا القاطع. هذا نفس اللي عندك. وهذه الشعر اللي قالوه، وهذه يعني انواع النقشات المستخدمه. العدول وهي اكياس لحفظ الرز. يعني كل المفرد. هذه من الحاجات القديمه عندي اللي هو الفخار. لكن القطعه هاي راس الفخار. فيها شنو؟ فيها ملكه عربيه قديمه الله. وتقنص، وهذا اللي الخادم مالها والكلب السلوقي. يعني هذه اعمارها كثير، ما ادري انا اعمار. العاب الخيل كانت قديمه جدا. هذه نفس الشيء مثل الخيله والعثمانيه. هذه عثمانيه قديمه هذه. عثماني. ما شاء الله ما شاء الله. عليه نقوش. مجلات. هذه مثلا اقنص العيال الصغار انا في هاي يسوي فيه. هذه مع العيال وفنداشين. ما شاء الله. هذا الصيد اللي صيدوه. هذه ارشيف كامل، كل حاجه عن السقاره، عن الخيل، عن البطولات هذه كلها. واي احد يبغى يجي يطلع او كذا مرجع جميل صراحه. هذه سد افريقيا نسيتها في اوه ما شاء الله ما شاء الله. هذه من الدروع التكريميه. ايوه. يعني التراث مستمر، لذلك سبحان الله اللي ما له ماضي ما له حاضر. فالواحد قدر الامكان يستفيد من هالتاريخ ومن هالتراث، حتى في انه ينقل حق الاجيال الجايه. لذا كان دائما اقول التراث من جيل الى جيل. وهذه الحاجات كلها فيها يعني فيها نوع من القيم العاليه جدا اللي ممكن الطفل يتعلمها. يعني احنا مثلا الولد ينقل الطير ويدخل مثلا في مقناص وذي، يتعلم الايثار ويتعلم الصبر ويتعلم الاعتماد على النفس. يا فوائد كثيره. ولذلك وجود متحف يوثق الحاجات هذه، انا اعتقد ان احنا كنا في امس الحاجه. وان كان هذا المتحف متواضع جدا، لكن فيها كثير من المعرفه والمعلومات اللي ممكن تعطي استمراريه في العمليه حق الاجيال الجايه. وطبعا يعني حتى عيالنا ناخذهم معانا ونخاويهم حتى في هواياتنا ويتعلمون منها، وحتى يعني يكبرون على هذه القيم اللي موجوده. وهذه القيم طبعا اصيله عندنا صح. احنا هالجزيره العربيه وهالخليج وهالعرب بشكل عام، كثير من القيم العاليه جدا اللي ممكن نغرزها ونزرعها في عيالنا من خلال الهوايه.